السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية البنت الصغيرة في المنام. احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن تفسير البنت الصغيرة، فده الجزء التاني منها. تفسير البنت الصغيرة ليه تفسيرات كتيرة. البنت الصغيرة في المنام لو جت بشكل جميل ومولودة لسه وزوجة شايلاها، فده بشرة خير ليها ان دنيا جاية عليها جديد، او ربنا يرزقها بالذرية الصالحة. لو رجل شايل بنت صغيرة، فده معناها ان هو في دنيا داخلة عليه فيها رزق وفير، وامور هتتبدله من حال لاحسن حال باذن الله. ولو بنت لسه ما اتجوزتش، بنت عزباء ولسه ما اتجوزتش وشايله بنت صغيره، والبنت دي شكلها جميل، فده بشرة خير ليها انها ان شاء الله هتتجوز زوج صالح، وهتكون دنيا حلوه ليها. ولو طالب علم شايل بنت، ده بشرة خير بالنسبه له، ان هو ان شاء الله هيكون متفوق في دراسته، وهيبقى فيه انتقال من حال لحال ليه احسن باذن الله. لكن اللي مش حلو لو حد شايل بنت فيها مثلا بتعيط كتير او بتبكي، او شكلها زعلان او متضايق، فده في امور هيبقى فيها مشاكل بالنسبه له، ويكون على حذر في الفتره اللي جايه ان هو ما يتسرعش في قراراته، ولان بتبقى دي قرارات مصيريه بالنسبه له، فيحاول على قد ما يقدر يفكر قبل ما ياخد اي قرار، لان دي بتبقى انذار ليه. وزي ما احنا قلنا، الرؤى دي بتبقى يا انذار يا اما بشرة خير. فنحاول لو حد حلم بحاجة وحاسس انها فيها انذار ليه، ما يتسرعش في القرارات الخاصة بيه، لان ديت بتبقى حاجة ليه على قد ما يقدر يكون حريص. في امور احنا بنتسرع فيها وبعد كده بنرجع نندم. طيب ما احنا جالنا انذار على قد ما نقدر، مثلا في رؤية، في امور خاصة بينا، فنحاول ان احنا نكون حريصين على قد ما نقدر في قراراتنا. ويا رب دايما كده ابشركم بالخير وما يجيبش مشاكل لحد، وعلى قد ما نقدر قبل ما ننام نكون على وضوء، ونقرا اذكار المساء واذكار الصباح الصبح. كل دي بتبقى يعني تحصينات لينا وحفظ لينا من اي حاجة وحشة، وربنا ييسر لنا امورنا يا رب. وقبل ما ننام نقرا في دعاء بنقوله: اللهم أريني رؤيا صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. ديت بتكون الواحد مثلا لو في أمر هو شايل همه أو كده، فبتجيله رسالة في المنام بأمر ربنا طبعا قبل أي حاجة، بتبشره بالخير لو الأمر ده خير ليه. وإن شاء الله كده يا رب يجعل أيامنا كلها خير وفرح بإذن الله. ودايما برضك نحاول ان احنا نحسن الظن بالله، يكون عندنا يقين ان امورنا ان شاء الله تتيسر. ما نحاولش ان احنا نيأس من اي امر. وزي ما انا قلت، الاحلام دي بتبقى فيها بشرى بالخير كده وتيسيرات امور، وربنا مش عارفه. ولو حد حلم بطفلة لونها مسمر، فده بشرة خير حلوة برضك. لو الطفلة دي المسمرة بشرتها سمراء وبتضحك للرائي، فده بشرة خير ليه، ان السنة اللي هو القادمة ليه والله اعلم واعلى سنة خصبة فيها خير ورزق وفير. لكن اللي مش حلو زي ما احنا قلنا، لو الطفلة بتبكي او جاية حزينة او جاية متضايقة، فدوت بيبقى شوية زعل او شوية مشاكل. وربنا يعني يبعد عننا اي مشاكل يا رب، ويجعل لنا الخير والفرح والسعادة.